our world champ. Oh yeah! Out of time is rear. You can't see it. It took a swing. The dead choke slam. Finished the story. I'm the best of the best. I'm the greatest Universal Champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيحفزني جدا الكاميرا. عاوزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت، فيلا بينا نخش على الفيديو. افتح العرض النهارده بدخول درو ماكنتاير وساس فريكر رولانس. انا اتصدمت حرفيا لما لقيت ده اول مباراه حرفيا، يعني مش قلت ايه يا عم ده انتوا مستعجلين ليه يا عم؟ يا عم طب اصبروا شويه. طب المباراه هتبقى وحشه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. طب ريحوا الواد شويه، الواد لسه ما لحقش يعني يرتاح برضه سيس رولانس. طب تمام يلا بينا نبدا المباراه. يا ساتر يا رب يا ساتر، ايه ده يا ابني؟ فيها يا عم درو ماكنتاير؟ فيها يا ابني؟ يا ابني داخل كليمور على طول. ايه يا ابني ايه دي؟ لا والله صراحه يعني اللعب كان بادئ بالريتم عالي قوي 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 يعني. درو ماكنتاير عارف ان سيس رولينز ميت، فداخل ان هو هموتك. هما الفينيشات والحركات اللي هستخدمها معاه لا حركات عاديه ولا اي كلام، هو كليمور وخش واضرب. الماتش كان حوالي ربع ساعه او 10 دقايق، لكن كان جامد جدا، كان مليان بالحركات كليمور، ستومب، سوبر كيك، حاجات كتير جدا. برغم انه كان قصير يعني انا ما لحقتش افرح بيه والله العظيم، يعني كنت مبسوط قوي وانا بتفرج عليه، ما لحقتش. ومره واحده بقى درو ماكنتاير عمل كليمور 1 2 3 وكسب اللقب قدام الجمهور، ومن فرحته كان قاعد يعيط. وبعد ما يعني خد لحظته وقعد يعيط شويه راح يغيظ باللقب يعني ايه سي ام بانك يعني وكده، وعملوا حركات غير اخلاقيه يعني. المهم يعني سي ام بانك قام قال له حاضر ماشي ماشي. هو اخر ما زهق منه قام قلع البتاع وقام ضربه بيه، البتاع اللي في دراعه قام قلعه وقام ضربه بيه وقام ضربه ومنيمه على الارض، واللي هو درو ماكنتاير يا قلبي يا غشاش. مين بقى المستغل يا حبيبي؟ هو ديميان بريست جه صرف الشنطه، قال لك اجري، ده نايم، ده مش عارف يعمل حق، اجري خش على طول اصرف الشنطه، اعمل اطلع فينش، عد 1 2 3 كسب اللقب. لا حول ولا قوه الا بالله. الواد ما لحقش يفرح باللقب حوالي 10 دقايق على بعض يعني، هو يمكن 5 دقايق عدت، بس 10 دقايق على بعض ما لحقش يفرح بيهم. وكل ده بسبب ايه سي ام بانك ان هو ضربه يعني وكده، ما لحقش ايه يضربه يعني وكده. صراحه يعني انا اتضايقت جدا بعد الموقف ده، اتضايقت جدا. اللي هو ديميان بريست مين اللي يمسك اللقب؟ هو ديميان بريست مش منظر لقب اصلا، ايه ده يا جدعان؟ ويعني اللي هو سي ام بانك بعد ما ديميان بريست صرف الشنطه، برافو برافو قشطة عليه، صح انت كده تمام. اهم حاجه يكونش مع درو ماكنتاير. حرفيا اتضايقنا جدا 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 من ساعتها، يعني مش عارف يا صراحه، يعني الواحد ما لحقش يفرح. يعني ديميان بريست ايه اللي منظر على لقب عالم؟ يعني ديميان بريست يشيل لقب عالم؟ ايه يا عم ده يعني؟ انا قلت هيفشل في صرف الشنطه يا عم، ايه يا عم القرف ده؟ هو اليوم كله يعني ايه مأساة بس تمام يعني. المباراة كانت حلوة، وعشان يا عم ديميان بريست برضه يعني ايه لاعب. هو المشكلة عندي ان هو ما كانش بيظهر، ان هو بيبين لك ان هو مش هيعمل حاجة. لو كان يعني اللي هو بيظهر بيهدد والكلام ده كنت تمام قشطة عادي، مش هتفرق معايا، انا عارف اصلا انها هتحصل كده، بس هو مش محطوط في الصورة اصلا، دي اللي فرقت معايا يعني. الماتش كان حلو جدا جدا جدا، اديله 9 من 10 بس عشان النهاية بس هي اللي ضايقتني شوية، وكده هناخد عداوة درو ماكنتاير مع سي ام بانك قريب جدا جدا. وما تخافوش يعني اللقب ده مش هيستمر مع ديميان بريست كتير يعني. بعدها بقى دخلنا على مباراة بوبي لاشلي وستير بروفيست وكارين كروس والعيال دي. المهم يعني المباراة دي أجمد أحسن حاجة فيها إن إحنا خلصنا منها. والله هو ده حرفيا يعني اللي هو إحنا، هي المباراة كانت حلوة شوية، أنا بصراحة مش هكدب عليكم المباراة كانت حلوة، بس يعني إيه الواحد مش عارف حلوة ليه يعني. هو بيتفرج على ده وخلاص، مش فاهم هو بيتفرج على إيه ليه أصلا يعني.
الحمد لله ان احنا خلصنا من العداوه دي يعني، واكيد يعني طبعا بوبي لاشلي فاز الحمد لله، توقعنا طلع صح، ده الحاجه الوحيده اللي خدناها من الموضوع يعني الحمد لله. اتمنى ما اشوفش العداوه دي تاني، واتمنى بوبي لاشلي تفك الفريق ده خالص. تمام. يلا بينا نخش على المباراه اللي بعدها. بعد ما نخش بقى على المباراه بتاعت ال نايت وايجي ستايلز. المباراه دي كانت جامده جدا يعني، طبعا اداء فيها عالي العال قوي، وايجي ستايلز كان فورمه عاليه قوي، كان بيأدي اداء حرفيا مش من سنه حرفيا يعني. انا مبسوط جدا ان انا اتفرجت على المباراه دي، المباراه كانت جامده، وطبعا زي ما توقعنا جدا يعني ان ال نايت هو اللي كسب. اما من ناحيه المباراه، فالمباراه كانت جامده جدا 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 يعني، وكان الاثنين عاليين قوي، وكان ايجي ستايلز يعني كان فورمه برضه يعني، مش ما بتحسش بسنه حرفيا يعني. المباراه دي كانت جامده جدا، ادي لها 10 من 10 يعني. المباراة أدت اللي عليها، ادتنا النهاية الصح، النهاية المظبوطة يعني، ما كانش فيها عبث، كان في الأداء فيها كان جامد، فعشان كده تاخد 10 من 10. المباراة اللي بعدها على طول هي راندي أورتون وكيفن أونز ولوجان بول. يعني هو كل واحد ليهم كان يعني في دخلة يعني ايه مميزة يعني. لوجان بول دخلته عادية جدا يعني مش عارف، لكن كيفن اونز يعني دخل دخله مميزه يعني، اللي هو دخل كده ولقى سامي زين طبعا بيشجعه، عشان سامي زين كان شجعه المره اللي فاتت، ولا قال لك يعني احنا لسه هنتمشى، قام راح جايب البتاع عربيه الجولف وقام يلا. لا شو ده راندي اورتون داخل، قال لك انت لسه هتتمشى، اركب يلا يا عم، يلا يا عم نروح هناك. والله كانت فكره حته جامده جدا يعني، كانت حته جامده قوي وكوميديه قوي يعني. المهم دخلنا على المباراة، وطبعا الأداء فيها كان عالي، والاثنين كانوا ماسكين لوجان بول طحن، وفين وفين على مكان يخبطوا في بعض بالغلط، ويعني اللي هو ايه، طب هنضرب بعض، طب هنمسك في لوجان بول بس، اللي هم قالوا بقول لك ايه، طب ما تخونش على بعض، احنا كده حبايب في الآخر يعني. قال له يلا إن شاء الله مع الخد منها حاجة يا عم، يلا هوب الاثنين ضربوا في بعض يعني، وكان كان قريب جدا من الفوز راندي اورتون، بس زي ما كلنا متوقعين يعني. هو راندي اورتون عمل واحده اركيو جامده جدا على كيفن اونز، وراح يعد، لكن لا لوجان بول جاي يضربه او يرميه يعني، لكن راندي اورتون فداها وراح رماه وراح يضربه، لكن لوجان بول فداها ووقعه وعدى على كيفن اونز 1 2 3 وكسب اللقب وتحافظ على اللقب يعني. انا مش عارف انت يا ابني هتعمل ايه يا ابني، انت بتعذبنا اكتر من رومان رينز حرفيا، انت حرفيا ما دفتش عن لقبك غير مرتين يعني، انت انت ايه يلا ما تقرفناش يلا على الصبح بقى يا عم. مش عارف والله، انا مش عارف ايه لازمه ان دي يكسب، بس هو فلوس، بس عشان فلوس، عشان رعايه برايم وخرع المغرب. هو الماتش من ناحيه كان حلو، فهو كان حلو جدا، قد الماتش ده 8 من 10. بعدها بقى بنخش على الحادث الرئيسي معانا، اخر مباراة يا جماعة لرومان رينز وكودي رودز. المباراة ديت رفعت جدا 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 من ريسل مانيا، ورومان رينز دخل بدخلة مميزة جدا، دخلت كودي رودز كانت حلوة جدا، ودخلت رومان رينز كانت حلوة برضه جدا جدا يعني، بس اسمحوا لي ان انا اقدم رومان رينز على طريقة، لان ده اخر تقديمة هنقدمها لرومان رينز. Roman Reigns like never before. The greatest performance in the history of Roman Reigns' career. The most violent, the most diabolical, the most dangerous. A beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner, the ultimate needle mover, the head of the table, the tribal chief, in God mode himself. Best of the best. I'm the greatest Universal Champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. Roman Reigns. دخل رومان رينز وكودي رودز، وعلى ما بصوا لبعض وعلى الدخلات بتاعتهم دي قعدنا حوالي نص ساعة تلت ساعة كده على ما دخلوا وبدأوا المباراة يعني. المباراة كانت بادئة حلوة جدا ورتم عالي جدا، وكانت جامدة قوي 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 يعني، حرفيا المباراة كانت جامدة، وعدات فيها كانت يعني ايه صعبة جدا. وكودي رودز جه يعمل سوبر فينيشر، لكن جيموس وجي ادى واحد السوبر كيك، ورومان رينز فنش، ولكن كودي رودز صد العدة يعني، وكله تمام.
بعد يعني ايه ضرب كتير من الاثنين، وجيم اوسو قابل اخوه جي اوسو خده وعمل له واحده سبيرة على الترابيزات بره، وما الاثنين ما قاموش من ساعتها حرفيا يعني. وكودي رودز راح يعمل مره ثانيه السوبر فينيشر للسولو سكوا صباعه مره ثانيه، دخل بصباعه يعني اللي هو حطه حطه برقبته يعني، ما تفهمنيش غلط يعني. واللي هو انا اول ما شفتها انت ما بتزهقش يالا، انت ما بتتعبش يالا، يعني انا مش فاهم انت ايه يالا. راح سكوا زي كل مره حط على كودي، عدى 1-2 لكن كودي رودز صدها. قام سكوا قال له قوم فنش وانا فنش، تبص بالقوه وعلى سبير ويلا خش على بعض، خش كله كوكتيل. قال له يلا هوب 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 1-2 لكن برضه كودي رودز صدها. وصل سكوا واقف بقى واللي هو متضايق كده يعني، قام دخلوا الجريت فول تايم جون سينا. وحرفيا انا اول ما شفت جون سينا قلت خلاص كودي رودز كسب، بس انا عرفت الحمد لله. حرفيا يا جماعه اول ما دخلت لقيت اغنيه جون سينا ما صدقتش نفسي، وقلت بقى خلاص كده كودي رودز كسب خلاص الحمد لله الحمد لله. يعني ودعنا رومان رينز. المهم يعني جون سينا دخل ومسك في سولو قوه، وحرفيا مسكوا الارض وكسروا على الترابيزه، وكانت لحظات جامده جدا. وفنش رومان رينز برضه، يعني اللحظات كانت جامده جدا، وانا مبسوط جدا ان جون سينا خد حقه اخيرا من سولو سكوا. وده اللي يعني ايه بسطني لحد اكتر حاجه بسطاني لحد دلوقتي، ان جون سينا خد حقه من سولو سكوا، واخيرا ما عادش ده واقف في ذمتي. وارجع يا جون سينا براحتك ان شاء الله، ما ترجعش اعتزل ما تعتزلش اهو، ده دلوقتي بقى عندك، دلوقتي بقى انت خدت حقك من سولو سكوا، انا كده مبسوط خلاص. بعد ما جون سينا خلاص خلص على الواد سولو سكوا وخد حقه منه، قامت دقت موسيقى الفاينل بوس ذا روك. الواحد ما صدقش حرفيا الاثنين هيقفوا قدام بعض مره ثانيه بعد ما كانوا اصحاب، يعني حرفيا يعني كانت حاجه مميزه جدا، وحاجه الواحد ما كانش مصدق، والواحد كان على اعصابه، وواحد كان متفاجئ جدا من اللي بيحصل ده. وقفوا الاثنين قصاد بعض، وجون سينا كان مستعد للقتال، لكن يعني الروك عمل له فينش ونيمه على الارض، يعني اللي هو يعني ايه هو جون سينا برضه يعني ايه عشان يخش اللي بعدها ذا ديد مان ذا اندرتيكر. حرفيا كلنا كنا في صدمه، حرفيا ما صدقناش. طب احنا قلنا بروك ليسنر، مش عارف ايه اللي حصل. وبالمناسبه قبلها يعني كان دخل ذا شيلد رولينز، ولكن رومان رينز يعني كان خد باله منه وعمل له واحد ده سوبرمان بانش. فيعني ايه انا الحته دي مش مهم يعني. المهم يعني سيس رولينز كان داخل بموسيقى ذا شيلد ولبس ذا شيلد، وانا اتفاجئت تيجي الموضوع ده، قلت ممكن يخش يساعد رومان رينز انه يكسب. ما توقعتش ان هو هيبقى للدرجه دي شخص يعني ايه ولا كأنه اخوه يعني حرفيا. المهم دخل ذا ديد مان ذا اندرتيكر وسط صدمه جامده جدا، ومسك الروك وعمل له واحده شوك سلام جامده قوي. يعني صحيح الروك يعني ما عرفش يعمل السلنج بتاعه حلو قوي، لكن يعني حلو عادي جدا يعني، والواحد كان على صدمه كبيره جدا. وعلى فكره عوده اندرتيكر يعني هي كانت على فكره منطقيه، لان اخر واحد فاز على ذا اندرتيكر هو رومان رينز. انا اللي هو مستني بروك ليزنر. طب فين بروك ليزنر يا ابني ايه؟ هو الظاهر يعني ان هو لسه في مشاكل في البيت، او هو في بيته، بس الظاهر ان في مشاكل، وانه مش عاوز يرجع دلوقتي، لكن رجع لنا ذا اندرتيكر ويرجع لنا جون سينا. يعني اللحظات كانت جامده قوي، وواحد ما كانش مصدق نفسه حرفيا. لو واحد يقول لك مصدق نفسه يبقى كذاب. وحرفيا بقى كودي رودز قام، لكن رومان رينز قام قبله وراح يعملوا واحده سبير عشان يخلص عليه، واللي هو انا خلاص رومان رينز هيكسب بعد كل ده ازاي؟ لكن لحظة كودي رودز قام صدتها وقام عمل له واحدة فينش، وقام عادت 1 2 3 ومحدش مصدق نفسه حرفيا، وسط صدمة كبيرة جدا جدا جدا. خلاص فينش ذا ستوري. كودي رودز ذا اندستيوبد WWE يونيفرسال هيفي ويت شامبيون ذا امريكان نايتمير كودي رودز. حرفيا صدمه كبيره قوي. لو يقول لك الواحد ان هو مصدق نفسه في اللحظات ديت، حرفيا الواحد ما كانش مصدق نفسه. وهنا نقول وداعا لاعظم فتره للبراد لاين، كانت فتره عظيمه جدا جدا باللقب
1300 يوم او 1315 يوم بالظبط رومان رينز فيهم كبطل. والنهارده انتهت الفترة ديت، اعظم فترة حرفيا باللقب بالنسبة لي، واعظم قصة انا شفتها لحد دلوقتي يعني حرفيا وفعلا كانت صدمة كبيرة جدا. وكان كودي رودز يستحق انه ياخد اللقب فعلا الا بالطريقة دي، ما كانش هياخد اللقب الا بالطريقة دي، وحرفيا ما كنتش هقتنع بفوزه الا بالطريقة دي. حرفيا صدمة ودخولات وكله. وبعد المباراة يعني كل الفيزز طلعوا هنوا كودي رودز باللقب. وبالمناسبة رومان رينز كان ماسك الكرسي وكان قدامه سيس رولينز الشيلد، وكان قدامه كودي رودز، فيا اما ينهي على سيس رولينز وياخد بطاره القديم او ينهي على كودي رودز عشان يحافظ على لقبه. وطبعا رومان رينز منساش ابدا اللي حصل فيه، قرر ان هو ياخد حقه من سيس رولينز ولا انه يحافظ على لقبه. وده حاجه كانت مأثره جدا في رومان رينز. ضرب سيس رولينز بالكرسي وكودي رودز كسب بسبب الحته دي، كان زمانه اتضرب وما كانش عارف يفوق وكده. وده فعلا اللي وعدوا بيه سيس رولينز، وعد كودي وقال له ان هو هيكون انسب ذا شيلد، انسب درع لكودي رودز. حرفيا بس ما كدبش في حاجه، حرفيا هو فعلا اللي كان المناسب، لانه فعلا عرف ان هو لما يخش رومان رينز بلبس ذا شيلد رومان رينز مش هينسى الحته دي ابدا، وهيديله الضربه ضربتين. كانت صدمه جامده جدا حرفيا. وداعا لفقره البراد لاين، واهلا بالفتره الجديده بفقره كودي رودز وعصر جديد مع تريبل اتش. واللي انا واثق من تريبل اتش اللي هو انه بيقول ان رومان رينز لسه فيه حاجات كتير قدامه، وانه مجهز له قصه جامده جدا. فانا حرفيا مستني القصه ديت، لان كان في صدمه كبيره جدا احنا عشناها النهارده. الواحد لحد دلوقتي مش مصدق ان هو مش هيشوف رومان رينز مره ثانيه. وبس كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتنزل تقول لي تحت في التعليقات هل هتكون فقره كودي رودز حلوه ولا هتكون فقره عاديه. ويلا سلام.